مننا بيحس إنه غرقان ومش مسيطر على وقته، إحساس صعب جدا. بس في ناس بتعرف تنجح. يا ترى إيه السر؟ هل هم أذكى مننا؟ الفكرة كلها مش في الذكاء على قد ما هي في طريقة استخدام الوقت نفسه. هي دي المشكلة الحقيقية، الوقت بيضيع من غير ما نحس. في 5 أعداء حرفياً بيسرقوا تركيزنا وإنتاجيتنا كل يوم. طيب والحل؟ الحل مش في المثالية، الحل في التنظيم. وأحلى حاجة إن التنظيم ده مهارة مش موهبة، أي حد يقدر يتعلمها. والنتيجة توتر أقل وإنتاجية ممكن توصل للضعف. طيب إزاي نعمل كده؟ في 3 أدوات بسيطة هتساعدنا نكسر دايرة التشتت دي. 3 أسلحة بسيطة جدا هتخلينا نسيطر على يومنا بالكامل. أول حاجة قاعدة ال3 مهام، كل يوم نختار أهم 3 حاجات ونركز عليهم وبس. تاني سلاح 25 دقيقة تركيز عميق من غير أي مقاطعة، بعدها 5 دقايق راحة تامة. ساعة واحدة بس شغل بتركيز أقوى من 3 ساعات شغل عشوائي. والسلاح الثالث نبدأ بالوحش، المهمة اللي بنفضل نأجلها دي نبدأ بيها. وشوية حاجات بسيطة تانية، نقفل الإشعارات ونبعد الموبايل، خطوات صغيرة بتفرق. الحكاية مش في ال24 ساعة، الحكاية كلها في ساعة واحدة بس فعالة. يعني المستقبل بيتبني بنظام بنمشي عليه، مش بسرعة أو ذكاء وخلاص. عشان نغير حياتنا لازم الأول نغير طريقتنا في إدارة الوقت. الحياة مش بتتعاد. يا ترى هنبدأ بإيه النهاردة؟